النهاردة عندنا أكلة مصرية أصيلة بسيطة جدًا وسهلة وما فيهاش أي تعقيد، مكوناتها متوفرة كلها من اللي عندنا في المطبخ، رز وعدس أصفر، هنعمل الكشري الأصفر وبيض مسلوق، أكلة حلوة وسريعة ومشبعة، والجو بدأ يبرد شوية فبتدفي وطعمها خيال، يلا تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة دي نص كوباية عدس و3/4 كوباية رز، الرز أكتر شوية، نص كوباية عدس و3/4 رز. هيتقلبوا على بعض، طبعًا هنغسلهم كويس، ونبدأ بقى على البوتاجاز نعمل الكشري. دي حلة حطينا فيها زيت، يعني 3، 4 معالق كده أهم، وبنجيب بصلة متوسطة بنقطعها صغير، إحنا حطينا كمان حتة سمنة صغيرة تقريبًا ربع معلقة، ودي بصلة صغيرة متقطعة على حسب، ممكن تعمليها كبيرة على حسب أنتِ حابة قد إيه. نشوحها كويس أوي لمّا لونها كده يتغير يبقى أصفر. بالشكل ده، هي لسه شوية نحط لها ملح، عشان الملح بيسرّع شوية ال البصل إن هو يتغيّر لونه. أهي نُص معلقة ملح، ونقلّب ونشوف أيوه اللون ده كويس، بالضبط كده. هنبدأ بقى نحط المَيّة، حطينا كوباية ونُص مَيّة، كوباية ونُص مَيّة هي كتير شوية، بس أنا باسيب البصل يغلي في المَيّة شوية عشان ينزّل كل الطعم اللي فيه في المَيّة، وده بيدّي الكشري طعم حلو جدًا. بعد ما غلي البصل شوية، فطبعًا بيتبخّر شوية مَيّة، بابدأ أنا أنزّل بقى إيه الرز والعدس اللي اتغسلوا، أنزّلهم في المَيّة، وبعد ما يغلي بنوطّي عليه زي الرز بالضبط، بيقعد 10 دقايق بالكتير أوي ربع ساعة، ما بيكمّلش كمان ربع ساعة، 10، 12 دقيقة وبيكون استوى. كده إحنا حطينا الرز والعدس، كده هو غِلي، هنبدأ بقى إن إحنا نوطّي عليه خالص ونسيبه من 10 ل12 دقيقة يكون خلاص. ونبدأ بقى في الناحية التانية، إحنا سلقنا بيض، هنحط في الطاسة حتّة سمنة صغنّنة ربع معلقة، وننزل فيها بالبيض. البيض اللي بيتحمّر على فكرة طعمه مختلف تمامًا عن البيض المسلوق، هي الأكلة مرتبطة إن الأكلة الكشري الأصفر دي مرتبطة بالبيض المتدحرج ده، بيبقى طعمه حلو جدًا وهو متدحرج كده في سمنة بلدي. عايزة أقول لكم إن الكشري الأصفر يا جماعة دي من الأكلات الشعبية القديمة جدًا، وبيتعمل في إسكندرية بالصلصة، يعني هو أصلًا في إسكندرية غير اللي عندنا في القاهرة أو في أي محافظة تانية، هُم إسكندرانية بيحبّوا يعملوه بصلصة. بيعملوه بصوص طماطم كده زي الكشري المصري، هم بيحبوه كده، لكن في القاهرة وباقي المحافظات وأهالينا في الفلاحين بيعملوه عادي من غير صلصة، والاتنين أكيد حلوين جدًا، وبيتقدم مع بيض مسلوق اللي هو المتدحرج ده. بعد كده هنجيب الكشري خلاص استوى، قبل ما يستوي بدقيقتين كده بنجيب نُص معلقة سمنة بلدي ونحطها على الوش، بتدّي له طعم خيال، تخلّيه طعمه حلو جدًا. خلاص هو كده استوى، بنبدأ بقى نحطه في الطبق بأي شكل أنتم عايزينه. ونحط معاه البيض أهو، ونحط على البيض ملح وفلفل أسود. لو أول مرّة تشوفيني يا ريت تعملي لايك واشتراك عشان يوصل لِك كل وصفاتي. بالشكل الجميل ده هنقدّمه بقى، وقدّميه بقى مع أي حاجة أنتِ حاباها، بس أنا باحب أقدّمه دايمًا مع سلطة خضرا. كده هي وجبة تقريبًا متكاملة، مش تقريبًا هي وجبة متكاملة يعني كاملة، بروتين، البيض فيه بروتين والرز والعدس بروتين والرز نشويات والسلطة الخضار، اللي هو وجبة كاملة، حلو طعمه جدًا بالبصل، في ناس بتعمله كمان من غير بصل، اللي هو رز وعدس بس، بس بالبصل بيدّي له طعم أحلى.
هاحط بقى كده شوية سلطة على الكشري، طعمه حلو جدًا، ومع البيضة كمان المتحمّرة دي بتبقى تحفة. جرّبي الكشري الأصفر بالطريقة دي، واعملي معاه البيض المتحمّر في السمنة، هتعملي أكلة حلوة ومغذية ومفيدة جدًا ليكِ ولولادِك، لإن العدس الأصفر بروتين والبيض كمان بروتين، فهي أكلة مغذية جدًا، وبروتين زي اللحمة بس بروتين نباتي، بيفيد الجسم جدًا، وفي نفس الوقت التكلفة أقل كتير من تكلفة اللحمة، وكمان مشبعة وبتدفّي وجميلة. جرّبيها وبألف هنا.